السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري وأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ النهارده ان شاء الله جايه لكم كده بروتين جديد، وروتين كده ان شاء الله يكون كده خفيف عليكم وحلو باذن الله، ويشجع كل واحده وكل يعني حد قاعد كده مكسل ومش قادر يقوم يشوف اللي وراه. لا بجد والله هتلاحظي الفرق بين قبل وبعد، حاجه مش طبيعيه. إيه زي ما انتوا شايفين كده الريسبشن كان متبهدل خالص خالص خالص، يعني الصوره بتحكي عن نفسها. فأنا قررت إن أنا أنضّفه بسرعة وأعمل وقت قياسي. وبصراحة أنا ابتديت الروتين ده بعد صلاة الفجر على طول، قُمت وما كسّلتش وقُلت لأ أنا لازم أشوف اللي ورايا ومش هاقعد، وفعلًا صليت الفجر وقُلت بقى ما بدّيهاش، لإن بصراحة المنظر صعب جدًا، وبجد بيدّي حالة نفسية سيئة أوي، أوي، أوي. أنا ما باعرفش أصلّي والبيت بالمنظر ده، يعني باصلّي تقضية واجب وخلاص ربنا يسامحني، لكن منتهى الروحانيات لمّا يكون بيت نضيف، ريحته حلوة، حاسة كده براحة نفسية مش طبيعية، بتبقى راحة يعني إيه في كل حاجة. شُفتوا أنا كده بقى نضّفت وشِلت كل حاجة حطيتها في مكانها، الهدوم اللي كانت موجودة على الكنبة، الحاجة اللي في الأرض، كل حاجة شِلتها. طبعًا كان كمية يعني سوري زبالة وورق في الأرض مش طبيعية. أنا جِبت الكيسة السودا اللي قدّامكم في الفيديو دي، وقعدت ألِم فيها الحاجات في الأرض بسرعة، بسرعة. ففعلًا الحمد لله رب العالمين أنجزت، ودلوقتي بقى إيه، يعني برضه الحاجات البسيطة دي بارجّعها في مكانها، والحمد لله دلوقتي مش ناقص لي غير بس إن أنا أكنس الأرض وأمسحها. طبعًا قُلت لكم فيديوهات كتيرة قبل كده المكنسة بتاعتي بايظة وما اتصلحتش لغاية دلوقتي، فأنا باكنس بالمقشة. فأنا كده هاكنس وهاوريكم بقى أهم حاجة إن أنتِ أهو دي شنطة باورّيها لكم كده، دي لامة فيها كل حاجة، يعني جِبتها فاضية وقعدت أعبّي فيها وألِم فيها كل الزبالة اللي كانت موجودة في الأرض، وده طبعًا بينجز معايا جدًا، 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 يعني مش قادرة أقول لكم إزاي. تمام كده، شُفتوا كل حاجة أهي الحمد لله، الكنب نضف، كل حاجة نضفت، والأرض نضفتها كمان، فالحمد لله رب العالمين. هنا بقى بُصّوا البخاخة دي فيها عارفين المُعطِّر فريدة بريحة النضافة. وهو مش معطر بس، ده هو معطر ومنضف يعني وبيلمع وبيدي في نفس الوقت ريحة حلوة. فانا بحط شوية منه بحجم كده الغطا بتاع الازازة، هبوريها لكم ان شاء الله. على فكرة نزلتها قبل كده فيديو من الفيديوهات. وبحط عليه شوية مية وبرش كده على الارض، وبرش برضه على السجاد وبرش في الجو. ريحته يا بنات فظيعة، فعلا ريحة نظافة بتديكي راحة نفسية مش طبيعية، راحة جميلة قوي. يعني بجد استمتعي كده بريحة النظافة. فبافضل كده أرُش في الأرض. ده طبعًا لو أنتِ عايزة تنضّفي كويس، يعني البيت نضيف وفي نفس الوقت بسرعة، إن أنتِ ما تضيّعيش وقت كتير بقى في المسيح بقى والجو ده، لأ خالص. وفي نفس الوقت البيت بينضف معاكِ، مش مجرد إن أنتِ خالص مش بتكروتي ولا أي حاجة، لأ ده أنتِ في النهاية بتلاقي النتيجة حلوة جدًا ومرضية جدًا والبيت نضيف وزي الفل. فأنتِ مجرد حاجات بسيطة كده قدامِك، مش لازم بقى نجيب الجردل والشرشوبة أو جردل وحتة قماشة ونفضل نوطّي ونمسح في الأرض. لأ أنتِ لو مستعجلة أو عايزة تنضفي البيت بسرعة، حد جاي لِك على يعني بسرعة وجاي لِك أوام أو كده ضيوف يعني جايين لِك بسرعة، لأ أنتِ بالطريقة دي بتنضفي البيت، بتخلّيه نضيف وزي الفل والأرض نضيفة وكمان ريحتها حلوة. فحاولي إن أنتِ تعملي كده بجد هيفرق معاكِ جدًا. أهو بعد كده باجيب بقى المساحة بتاعتي دي، وبابدأ إن أنا أمسح بيها بقى المعطر والمنظف اللي أنا حطيته في الأرض ده. بصوا بقى يا بنات بيلمع ازاي، أكيد انتوا شايفين اللمعة وشامين الريحة بتاعة النظافة، يعني كفاية أصلا الريحة. بفضل أمشي كده بالمساحة بتاعتي في الأرض كلها. بصراحة بتنجز معايا جدا جدا جدا. اهو اهو بافضل أعمل كده على المنظف اللي أنا رشيته، ففعلًا بيدّي نضافة وريحة حلوة جدًا، جدًا بقى، بتبقى نفسيتِك فعلًا مرتاحة. خلاص أنتِ نضفتِ بسرعة وفي نفس الوقت نضفتِ كويس. بالذات يعني الحتة دي اللي أنا بامسحها دي قدام باب الشقة، لمّا إحنا بندخل بشوزات بتبقى مش حلوة، يعني فاهمين؟ الشوز بيبقى في الreception، فباحاول إن أنا أشيله كده أول بأول وأمسح كده قدام باب الشقة. فباحط
بابقى مبسوطة جدًا، يعني بابقى مرتاحة نفسيًا إن البيت نضيف، ما فيهوش أي ميكروبات، ما فيهوش أي حاجة مضرة، بالعكس يعني البيت بيكون زي الفل. وفعلًا المساحة دي بتنجز معايا جدًا، جدًا يا بنات، فجربوها ومش هتندموا. وعلى فكرة أنا باروح يعني أغسلها تحت المَيّة وبارجع تاني أعيد عليها المسح. بس كده زي ما انتم شايفين كده، وأهو بوقت بسرعة جدًا خلّصت الreception بتاعي وخلّيته زي الفل، وخلّيته كمان بيلمع وخلّيت ريحته حلوة. فأنتِ لو قدامِك كده الreception بتاعِك مش نضيف، قدامِك أوضة مش نضيفة، قومي يالّا كده اتشجعي واعمليها، وفي نفس الوقت نضّفيها بشكل صح وبشكل يكون ريحتك حلوة كده والبيت ريحته جميلة. شوفوا بقى اللحظة الجميلة، أنا خلاص خلّصت بارُش بقى برضه من المعطر ده في الجو، بيدّي فعلًا يا بنات ريحة حلوة أوي. شوفوا بقى أنتم أكيد لاحظتوا قبل وبعد. لا يا جماعة في فرق شاسع، شاسع، شاسع. وطبعًا الشنطة السودا دي أنا هاشيلها طبعًا وارميها، بس أنا كنت ناسية في الوقت ده. أهو زي ما أنتم شايفين كده الحمد لله رب العالمين، بتبقى زي الفل حرفيًا. أهو بارُش كده على الكنب وعلى الأرضيات وعلى كل حاجة، والحمد لله رب العالمين الدنيا بقت تمام. خلّصت كده أهم حاجة نضّفت، أرجع أشوف بقى خطوة تانية أقوم أعملها، بس أهم حاجة إن الدنيا تكون نضيفة قدّامي، عيني تشوف النضافة، بس ما تشوفش كركبة ولا تشوف أي حاجة وحشة. دلوقتي بقى هنعمل إيه، دلوقتي هنجيب الغسيل، هنشيل الغسيل من على الحبل وهنطبّقه وهننشر غسيل تاني. حتّة الغسيل اللي بيكوم على الكنبة دي أنا ما باحبهاش خالص. الغسيل ما دام أنتِ لمّيتيه يبقى اتفضّلي على طول طبّقيه في ساعتها، ما تسيبيهوش. بجد يا جماعة أنا لمّا باعمل كده أنا باحس إن الغسيل يعني اتبهدل تاني ومحتاج يتغسل تاني، أنتم متخيّلين؟ فليه؟ أنتِ شِلتيه من على الحبل، لأ يالّا طبّقيه بسرعة، ما تضيّعيش وقت، وانجزي وقتِك وانجزي يومِك وطبّقيه في ساعتها. وإحنا الحمد لله رب العالمين دي نعمة وفضل من ربنا إن الغسيل مش بيخلص. دي نعمة على فكرة مش نقمة أو مش حاجة سلبية إن أنتِ تبُصّي لها إن هي حاجة سلبية، لأ معنى كده إن ما شاء الله ولادِك كويسين، أنتِ كويسة، أنتِ قادرة تغسلي. فاهمين؟ أنا طبّقت أهو الغسيل، جِبت غسيل من الغسالة والغسيل ده بقى هابدأ إن أنا أنشره. حاجة، حاجة كده بسرعة آخُدها وانشرها. اتلاقيت إن أنا أنجزت حاجات كتير في وقت قليل وحاجات كانت تقيلة. أنا لو سِبت مثلًا البيت مش نضيف لتاني يوم الصبح أو نمت وصحيت تاني، ضيّعت وقت وفي نفس الوقت عينيّا برضه شايفة حاجة مش نضيفة. تاني حاجة الغسيل، الغسيل من الحاجات اللي بتبقى هَم تقيل على قلبِك، فأنا أنجزت والدنيا لسه النهار لسه ما طلعش، فمجرد ما النهار يطلع لأ أنا أنجزت حاجات كتير وحاجات تقيلة وحاجات صعبة. بس فأنتِ حاولي إن أنتِ تشوفي الحاجات التقيلة الأول اعمليها، ابدئي بيها. يعني أنا ما كانش ينفع أسيب البيت مكركب والreception مكركب وأقوم أعمل غسيل، أو أقوم أعمل أي حاجة تانية، لأ، أهم حاجة المكان اللي باقعد فيه اللي دايمًا عيني عليه هو ده اللي أنضفه أول بأول. خلاص كده يا بنات يعتبر كده أنا خلصت الروتين بتاعي معاكم، ويعتبر كل ده خلص مثلًا الساعة 6:00 ص، أنتم متخيلين؟ بس بعدها بقى أخدت shower حلو ولبست هدوم نضيفة وحطيت perfume وبدأت إن أنا أبتدي يومي بقى فاهمين بطاقة حلوة وبنفس حلوة. ما تنسوش اشتراك في